بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص نبيه بفضائل لا تحصى وتميز على غيره من بني البشر. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن أحدا من الناس مهما على فضله واتسع علمه وكمل عقله لا يستطيع أن يحيط بمحاسن رسول الله وأنواع كماله وألوان جماله صلى الله عليه وسلم. اعلموا أيها المؤمنون أن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما مدحه الله سبحانه وتعالى به في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومنها أيضا ما مدحه الله به من الرحمة والشفقة بأمته وبالناس جميعا، كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله في سورة الأحزاب: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ومن فضائله أيضا صلى الله عليه وسلم رعاية الله له وعنايته به منذ ولادته. قال تعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ومن فضائله شرح الله صدره ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ومن فضائله أيضا كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومنها أيضا تفضيل الله له على سائر الأنبياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قص نبيه بفضائل لا تحصى وتميز على غيره من بني البشر. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الخلق وأشرفهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب له، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهو صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر، وبيدي لواء الحمد ولا فقر.
وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فقر. وهو صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: أنا أقوم فأفتح لك، فلم أقم لأحد قبلك ولا أقوم لأحد من بعدك. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لكل إنسان يرجو الله والفوز بجنته والنجاة من ناره، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهو صلى الله عليه وسلم أمان لأمته، فقد ورد في الحديث الصحيح: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأنه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. وهذه الخلة لم ينلها أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم عليه السلام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.